اقوى مقارنة. ناس كتير بتبعت لي بتقول لي نهيم احسن، تي 800 الترا ولا تي 800 الترا 2، وايه الفرق بينهم؟ تمام. بصوا، هو الاتنين يعتبر بيقدم نفس المميزات. كل حاجة مثلا يعني معظم الساعات الالترا عموما او الساعات السمارت بتبقى جايبة عموما، يعني بتبقى مثلا فيها المميزات اللي هي ايه، الرسالة هتجيلك. تمام. نفس الرسالة هتجيلك، المكالمات هتجيلك، الاشعارات، تحط صورتك على الساعة. طب ايه الفرق بين الساعة والتانية؟ الفرق الساعة والتانية بقى بيكون في فرق في الشاشة نفسه، حجم الساعة، البطارية، ال- البطارية، ونوع كمان اللي هو الخامة بتاعت الاوستيك نفسها، وفي اهم حاجة جودة الالوان والصوت والمايك. ده بيكون الفرق بين كل ساعة. تمام. اللي هي الساعات اللي هي العادية، والساعات الكوبي والحاجات دي. طب ايه الفرق بين دول بقى؟ اول فرق طبعا انتوا واخدين بالكم منه، يعني اهو شيل بقى دي حطها على جنب، ودي حطها على جنب. ده كده العلبتين اهم. تمام. دي الساعة اللي هي دي، ودي يعني هي دي الساعة اللي هي تي 800 الترا 2 اللي انتوا شايفينها دي. دي الساعة التي 800 الترا. بصوا انتم والله تستفيدوا من الفيديو ده جامد، عشان برضو محدش هيضحك عليكم. انا مش مجرد مقارنة بين الساعتين، ده هيكون الفرق بين الكوبي والاصلية اصلا. يعني ايه الفرق بين الاصلية والتقليد؟ بص، اول حاجة الفرق احنا ملاحظينه اللي هو الشاشة بتاعت دي اصغر. دي مقاس 45 بوصة، 45 ملي متر. دي خمسة، دي 49 ملي. فدي أول حاجة، ده أول فرق، اللي ديت المقاس الأصغر الأكبر، دي المقاس الأصغر. تمام. هو مش حاجة يعني مش حاجة وحشة، هو في حلو، بيبقى حلو جدا. في ناس بتحب مثلا الساعات اللي هي شكلها صغير كده وشيك في نفس الوقت. تمام. دي أول حاجة. هنشيل اللزقة دي ودي. هي كساعة عموما من تحت اللي هي تي 800 الترا 2 مفيهاش مسامير، دي منظر بس شكل. ده مفيش لوك. اللوك ده اللي لما تيجي تحط الاستراب تقفل عليه، مفيش هنا خالص. تمام. الجودة بتاعت الالوان مش هي حلوة، بس مش احسن حاجة يعني. تمام. طب ديت اللي هي التي 800 الترا، واقول لكم برضو ملحوظة مهمة جدا جدا. تمام. واعمل عليها فيديو لوحده برضو، اللي هو هتعرف ازاي بين الساعة الكوبي والتالي. فالتي 800 الترا دي بينزل منها كوبي. طب اعرف منين الكوبي بتاعها؟ بص، انا مطلع دي تي 800 الترا. تمام. ديت اللي فيها مسامير من تحت وفيها لوك زيها بالظبط، وجبتها فعلا زيها نفس العلبه كده. باجي افتح الساعه ملاقيش فيها مسامير وما فيهاش لوك. هي بتكون ارخص طبعا يعني. بس يعني دي سعرها عندي في المحل، دي بيكون عامل سعرها 450 جنيه، ودي برضو عامل سعرها 450 جنيه. ليه؟ هتقولي طب ازاي دي زي دي في السعر؟ ده 450 جنيه، ده السعر قديم. يعني مثلا دي كنت جايبها من شهر كانت ب 450، ديت جبتها وعليها عرض ف 450، دي ب 550. يعني هي مش 550، ده 550 يعتبر سعرها حلو. بره بيستغلوها، وممكن يجي يقول لك بره احنا بنبيع اللي عشان فيها مسامير، دي الاوريجينال يقول لك ب 600 و700. طبعا مفيش الكلام ده، متخليش حد يضحك عليه. طول بص انت متابع القناة عندي، هيوصل لك كل جديد. دي بتبقى جاية بثلاث خلفيات، وطبعا الخلفية دي ممكن تك هنا وتغير لون الحصان نفسه. ودي برضو بتغير اللون، دي مفيش فيها اي تغيير. طب دي جاي فيها كام خلفية؟ دي واحد، اتنين، تلاتة. ودي برضو بتغير الحصان لكذا شكل. تمام. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. 7 خلفيات. دي 7 خلفيات، دي 3 خلفيات.
انا مش شايف الخلفيه يعني ميزه، يعني هو كده كده انت حضرتك بتستخدمها، اللي هو انت كده كده بتحط صورتك عليها، فما فيش اي مشكله يعني في حوار الخلفيه، بس براحتك انت وراحتك برضه. احنا نيجي بقى نشوف التاتش عامل ازاي. دي الرسايل، دي القايمه، تك هنا يجيب لي هنا بقى الحاجه نفسها. اول حاجه، هو احنا النظام الساعه بيقفل بسرعه في ال في الاضاءه عشان يوفر بطاريه. انا شايف الاتنين نفس التاتش، نفس التاتش، نظام نفس التاتش عادي، مفيش مش بيحصل لاج ولا اي حاجه. يعني دي اهي ودي اهي، دي اسرع شويه، دي ابطأ، بس دي اسرع في القائمه بتاعتي. بس الميزه فيهم الاتنين انهم مفهومش لاج. اللاج مثلا انا بعمل كده بلاقيه بيهنج معايا، تمام، دي حاجه حلوه اللي انا مش لاقيها في الساعتين دول. دي لما تيجي تقفل فيها اللي هي الخاصيه بتاعت الساعه، تمام. طب دي ما فيهاش ليه؟ احنا برضو هندخل نشوف في الاعدادات هل هي موجودة ولا مش موجودة، عشان برضو اقول لكم ازاي الطريقة بتيجي ازاي، عشان ما تحتروش. طبعا بيجيب اللي هي الضبط، ده بيجيب بص يعني اباوت، بيجيب لك التي 800. دي لما تيجي تفتك على الزرار هنا مش بيرجعك ورا، لازم ترجع عادي من الشاشة. ده الباسورد، اللايت، ريسيت باور اوف، لايت تايم. استنى اما نشوف. هو بيتهيألي مفيش كده، طالما مش موجود الخاصية بتاعت الساعة دي، يبقى كده مش موجود. هنشوفها برضو. كل شوية بتلخبط عشان الساعات كتير، معظم الساعات بتجي تك على الزرار بيرجع لورا، او بيجيب القايمة على طول. هنا مختلف. بصوا الناس كتير بتيجي تقول طب الفيس والواتس والتويتر دول مش بيبقوا شغالين، تك عليهم بيجيب لي بس دي. ما هي دي اشعارات، يعني هو مش هيفتح الابلكيشن معاك، هو تك عليه كده هيجيب لك الاشعارات. وفي نفس الوقت الاشعارات اصلا اللي بتجيلك اللي هي الاشعارات اللي هي نيم، يعني لو اتكيت على الفيس ممكن يجي لي يبقى جاي لي اشعار واتساب ظاهر لي هنا في الفيس عادي، مش في معظم الساعات كده. هي دي ميزتها فيها آلة حاسبة. ناس كتير بتبقى عايزة الساعة فيها آلة حاسبة، نشوف هنا في آلة حاسبة. لا بتهيألي مفيهاش آلة حاسبة. وناس برضو بتسألني بتقول لي هو ده بتاع ايه ده الباركود. لما بيبقى معاك موبايل تفتح جوجل لينس، تمام، بتصور باركود ده بيجيب لك الابليكيشن نفسه. طب ماشي، بصوا بقى، دي حركة برضو حلوة موجودة، تمام. اللي شفتوا دي الديناميك، دي لما الساعة تيجي تقفل شوف عاملة ازاي حلوة. على فكرة الموضوع ده جايب لك الديناميك زي ديناميك ايلاند، زي اللي هي موجود في الايفون بالظبط. دي بفعلها من جوه، او بتيجي عادي بفعلها من جوه اهي، مفيش اي مشكلة خالص. التيرن يور ديت خاصية بتاعت دي بتاعت الساعة. تشينج واتش، دي بقى بيجيب لك بقى الابليكيشن، يجيب لك بقى الاشكال بتاعت الساعة لو انت مثلا عاوز تعملها. يعني بصوا دي لما اجي اقفل الساعة، دي لو عاوز مثلا اخلي الساعة ثابتة على خلفية معينة. ميزة الساعة دي برضو لو انت مش عارف تظبطها على موبايلك، بص دي فيها التاريخ والوقت. يعني ازاي حوار التاريخ والوقت؟ في ساعات كتير ما تعرفش تظبط التاريخ والوقت من الساعات نفسها، تمام. لازم توصلها بالابليكيشن، عشان الابليكيشن ده فاهم طبعا، عشان الابليكيشن يدخلك على انا بس مشغول في الحوار بتاع اللي هي الساعة ده اهي. دي ما فيهاش، يعني مثلا لو عاوز اظبط الوقت مفيش فيها الخاصية بتاعت ان انا اظبط الوقت. دي فيها خاصية ان اظبط الوقت، دي ما فيهاش خاصية اللي هي التي 800 الترا.
طب انا اظبط الوقت بتاعي دي ازاي؟ اول ما تيجي توصلها بالابليكيشن، وانا عامل فيديو على فكره مخصوص ليها. اول ما دي توصلها بالابليكيشن الوقت هيتظبط لوحده، مفيش اي مشكله خالص. تمام. طب دي ميزتها، عجبتني الفكره دي جدا، موجوده بتبقى مش موجوده في ساعات كتير، ان انا ممكن اظبط الوقت من جوه. الموضوع اصلا بسيط يعني، باجي اهو خلفيه ومتك على الوقت عادي بقى، ومظبط اهو مثلا الساعه 4:15. ماشي، بس كده اهي اتظبطت اهي. تيجي تعمل خلفية اهي الساعة 4:15. دي حاجة حلوة على فكرة، اللي انا الاقي ديت فيها ظبط ساعة، عشان في ناس كتير بتكسل مثلا يعني مثلا حوار الوقت الصيفي والشتوي. تبقى مثلا ايه، في ناس بتحب توصل الساعة، مش لازم توصلها من موبايل، ممكن عادي اللي هو تشغلها تظبطها من الساعة نفسها. بس الساعة دي عجباني قوي يعني، اللي هو التصميم بتاع التي 800 كشكل، وطبعا مكتوب عليها انها ضد المية، ودي شحن اللي هي وايرلس. بس انا مش مع كلمة اللي هي ضد المية يعني، ودي برضو مكتوب عليها انها ضد المية. انا برضو مش مع الكلمة دي. ليه؟ عشان ممكن برضو المية تبوظها، فليه الجازف؟ ضد المية بقى دي الضرر القصوى يعني، انا بلاش الحتة دي. بس انا جبت لكم كده الفرق بين كل ساعة، وفي فيديو جاي ان شاء الله. تمام. طبعا دي اللي هي الساعة التي 800 طبعا، دي او دي جاي معاها الشاحن الوايرلس بتاعها والاستراب بتاعها، وممكن تغير الاستراب بتاعها في اي وقت. تمام. فده الفرق بين الساعتين. تمام. بكام دول 450، دول 450 ان شاء الله. في فيديو هنزله بعد ده كمان، هيكون في ايه الفرق بين الساعة الكوبي والساعة الاوريجينال. تمام. ونصيحة، محدش يجيب ساعات من بره مصر، خليك في جوه مصر. هتقول لي ليه؟ اولا هتجيبها ارخص، هتجيب الساعة ارخص. ثانيا هتبقى مجربها، يعني مثلا انت تيجي تاخدها من صاحب المحل، بيجربها لك ويشغلها لك ويقول لك البرنامج بتاعها. يعني كان في واحدة جاية لي برضو من كام يوم، نفس العلبة دي بس اكبر شوية. تمام. وفيها ايه؟ وفيها الساعة دي اللي هي الحجم اللي هي العادية الصغيرة، ونفس الشكل بالظبط سبحان الله. ومكتوب عليها كام؟ 145 ريال، يعني يعتبر داخلة في 1800 جنيه. تمام. يعني شوف، يعني مش جاي حتى الساعة كجودة وخامة وكده، لا جايباك الساعة اللي هي الأقل وسعر غالي. يعني انت ب 1800 دي ممكن تجيب أصلا ساعة زي ديت بس فيها شريحة كمان تشغلها زي الواتس. وإن شاء الله هنعمل فيديو على الساعات اللي هي فيها الشريحة، اللي بتفتح بقى فيس والحاجات دي. هتقول لي دي بيفتح فيس والكلام ده؟ لا. بص، الساعات دي عموما الالترا، تمام، دي بيكون جزء مصغر للموبايل. يعني الموبايل لك جه عليه رسالة، هيظهر لك الرسالة، جات لك عليه مكالمة، هيجي لك المكالمة هنا على الساعة دي. تمام. تحط صورتك، يعني حتى المكالمة بتيجي زي دي كده بالظبط، شبه دي بالظبط. اتمنى كنتوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هعمل فيديوهات جامده جدا. بص عامله ازاي من الجنب، ديت التي 800 الترا 2، ودي التي 800 بس الترا. الاتنين طبعا فيهم زرار في الجنب، يعني طبعا انتوا عارفين ده الزرار في الجنب، ده زرار اختصار. يعني هنا برضه اهو، تك على زرار في الجنب يجيب لك اختصار، ممكن تدخل في اعدادات تغير الكلام ده. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله باذن الله هنعمل فيديوهات تانية كتير على كل تشكيلات الساعات الالترا والايربودز، ولسه حاجات جامدة لسه جاية. شكرا لكم، مع الف سلامة.